السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. بكرة بقى ان شاء الله رمضان، اول يوم رمضان، وانا شاب عايش لوحدي، المفروض ان انا كنت هعمل سحور، وبعدين قلت ايه منزل الف لفة كده بالبايك واشوف اماكن او مكان اتسحر فيه. يعني بصراحة ما عنديش اي فكرة اروح فين. الساعة دلوقتي 2، فعايزين بقى سحور بقى جامد كده علشان يصد معانا اول يوم. بس انا مش عارف انا رايح فين. انا نازل بتمشى كده، والمكان اللي هيعجبني او اللي هلاقيه فاتح، لان انا ما اعرفش الاماكن بتاعت السحور دي. الله على الجولد وينج. مش عارف بتقفل الساعة كام. لو الدنيا بقى باظت خالص وما لقيتش مكان فاتح نسحر فيه، فهنروح بقى عند البان سيف، هنروح بقى ناحية البحر وكده، هيبقى فيها محلات اكيد فاتحة. انما يعني غير كده انا هدور على كوفي شوب يكون بيقدم وجبات سحور كده. بحب انا الجو ده. على الله تسهيل بس نلاقي حد فاتح. الكافيتريات كلها فاتحة الساعة 2. البلد فاضية، البلد تعتبر فاضية. أنا شايف إن الدنيا فاضية بالنسبة للساعة 2 يعني، لكن مش كل الكافيتريات بتعمل وجبات سحور على حد علمي. يعني أنا مش عارف مين بيعمل ومين ما بيعملش. بس أنا رايح كده ناحية إيه؟ كلين باي. لا مش عارف هلاقيهم بقى فاتحين هناك ولا لأ. هو المكان ده مكان كويس وقعدته لذيذة ومليان بقى كافتريات ومطاعم، فهنشوفه بقى اذا كان فاتح ولا لا. بلد فاضية خالص، الدنيا فاضية جدا. انا مستغرب يعني لحد امبارح كان زحمة رهيبة في اسكندرية، انما دلوقتي الدنيا فاضية تماما. مش تماما قوي يعني بس الى حد ما نسبيا الدنيا فاضيه. انا على فكره بحترم اشارات المرور على طول، يعني مش عشان انا بصور فيديو. رايح فين؟ رايح فين؟ لو انا حد تاني كان زماني كسر لك المرايه. لو بقى ما لحقناش حاجه وكسلت ان انا اروح لالبان سيف، او البان سيف كان زحمه، فمصيرنا اي عربيه فول بقى. انا كنت عامل حسابي في الاساس النهارده ان انا هعمل بقى بيضتين وبتاع، او اني انزل اكل على عربيه الفول اللي قدام البيت عندي، بس مش ضامن انها تيجي النهارده وما اعرفش هتيجي الساعه كام. فايه قلت الحق نفسي كده الساعه 2 علشان ما تسوحش. الجو الصبح بيبقى حر وبالليل ساقع، يعني انا لحد دلوقتي لسه بلبس الجاكيت الجلد وجوانتيات الجلد وحاسس بساعة. بس بصراحة الجو رمضاني، يعني تحس كده بالفضا بتاع رمضان. كافيهات فاتحة والناس قاعدة، فمتهيألي الكافتريا دي فيها سحور. كانوا المفروض بيقولوا ان الكافتريات هتقفل الساعة 2، بس انا شايف هي الساعة 2 اوريدي. انا مش ضامن بقى. ايه ده في رادار؟ ده ايه اللي صور هنا ده؟ ممكن حد بكاميرا؟ المفروض ان هنا مفيش رادار. الواحد خايف بقى يخش كافتيريا يقول لا لاست اوردر والكلام ده. ايه الناس على 70؟ المفروض هنا في رادار. لا لسه قدام شويه. انا اتخوزقت كميه رادار. ايه يا جدعان البنات اللي في الشارع دي؟ الساعه 2 وفي بنات في الشارع لوحدها؟ ده احنا رمضان يا جدعان، اتقوا الله. الرادار جاي اهو. خلينا تحت ال60. مش عارف 60 ايه دي اللي على البحر دي. كلت كميه رادارات انا في الفتره اللي فاتت. في ناس بتقول لي ان الموتوسيكلات الرادار ده ما بيجيبهاش. انا بصراحه كل الرادارات اللي انا خدتها كانت رادار متحرك مش الثابت. بس انا مش عارف، يعني انا مش جاي لي قلب ان انا اجري قدامه، لا علشان نمر الموتوسيكلات على الجنب، يعني مش زي العربيات. بس بالنسبة للملصق ده بقى بيعمل ايه مع الرادار؟ هل الرادار يقدر يجيب حاجة معلومة من الملصق ده علشان يخلفوني بيها؟
فانا مش عارف، هو مش جاي لي قلب ان انا اجري قدامه بصراحه. فانا عارف اماكنهم بهدي عندهم. جليم باي شكله قافل، جليم باي شكله قافل. هنخش نجرب حظنا. خلاص شكرا. وادي جليم باي قفل، مفيش سحور في جليم باي بعد الساعة 2. شفت على التيك توك محل اسمه قهوة ولبن في الأزاريطة، نعدي كده نبص عليه. الماركير عامل خيمة رمضانية. الماركير ده ديسكو، عامل لي خيمة رمضانية. هو كان اسمه الماركير زمان ايام ما انا كنت لسه بقى بخش الديسكوهات والكلام ده، معرفش اسمه ايه دلوقتي، أو مش فاكر، ما خدتش بالي، بس هو اسمه اتغير متهيألي بقى تقريبا. الكلاب اللي فيه اسمه جاكس على ما اتذكر يعني. خلي بالك انا جاي. مش عارف ليه احنا ما بنتشافش، كل اللي راكبين موتوسيكلات ما بيتشافوش، مع ان انا والله لما بسايق عربيتي ببقى متابع جدا كل اللي سايق موتوسيكل او سكوتر او كده، لاني ببقى خايف يخبطني، لان في سواقين كتير مهملين في العربيات وفي الموتوسيكلات كمان. فببقى محرص، وبرضه ببقى عامل حسابي ان هو يعني انا لو زنقت عليه او خبطته ووقعته فهو مفيش حاجه تحميه، مفيش حاجه حوالين جسمه تحميه زي العربيه مثلا. لو اتخبطت الخبطه بتيجي في جسم العربيه، انما اللي سايق موتوسيكل ده مفيش حاجه بتحميه. نجري بقى، نجري 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 نجري، نطلع الطلعه دي واحنا لوحدنا كده، بس على اخر كوبري ده بيبقى فيه رادار. فلازم قبليها نهدي. نعرف نهدي من 120 ل 60. خرابي الحته دي فيها رادار، ما عرفناش، بس متهيألي مفيش حد. خلينا بقى مؤدبين لان الحته دي بيكون فيها رادارات دلوقتي. فين قهوة ولبن ده؟ متهيألي لسه قدام شوية. احنا هنا في الإبراهيمية، هو في كامب الشيزار. العفريت ودبي. ومين ده؟ فايف روسترز. بس ده فطار مش سحور، ده زي KFC. محل ايه ده؟ حسن. مين حسن؟ معرفوش. انا خايف بقى وانا ببص كده على شمالي البس في حفرة، وانا متخصص ما شاء الله، يعني انا بني ادم متخصص، الاقي فين الحفر واخش فيها. والله انا ما لقيتش لا قهوة ولبن ولا قهوة وشاي حد. شكلها كده هترسى على البان سيف. ما خلاص يا ابويا، عمال يصور الناس كلها. طب وانت اللي عديت، انت ايه؟ انت قلبك جايبك يعني؟ بصوا الروقان يا جدعان، هو ده اللي بكلمكم فيه. اسكندريه ما بتبقاش كده الساعه 2 بالليل الا في الشتاء، والجو دلوقتي ما تحسوش ان هو شتاء، تحسه خريفي. يا روقانك يا اللي قاعد تصطاد، انت مزاج عالي ما شاء الله. انا بحب الصيد جدا، فالجو حلو، بس لسه في لسعة برد. احنا كده هنطلع على بحري. الساعة بقت 2:15. عندنا البان سيف وعندنا عبده تلوث، بس مش طالبة بكرة عبده تلوث يعمل معايا شغل. البان سيف وخلاص بقى. شوف عنده اكل ايه دلوقتي.
يلهوي ايه ده؟ هو في العادي زحمه، فما بالكم النهارده؟ مش ممكن نطلب ونقعد ناكل هنا؟ ده الاكل اللي انا طلبته. حاولت ان هو يبقى فيه حاجات خفيفه، فول وبيض بسطرمه وبتاع. الدنيا زي ما انتم شايفين زحمه جدا، والجو هنا كأن الساعه 2 الظهر. فطلبت كمان شاي بلبن بقى، عشان سحور يبقى شاي بلبن لازم. محلي بقى البان صيف عامل عظمه، ده مش اعلان على فكره، انا بس سبتها كمان لما ساحت لان كنت شبعان قوي وهي كبيره قوي. بس دلوقتي بقى هضربها بقى. اتفضلوا معايا. هو ايه اللي حصل ده يا جدعان؟ الجو قلب مره واحده. ثواني كده عشان اقفل الفايزر بتاع الخوذه عشان تسمعوني. الجو قلب مره واحده هوا، والدنيا ابتدت تنقط، والجو تلج. يعني انا كنت قاعد متلج بصراحه، بس القعده كانت جميله. وحاسس ان انا اتغبيت شويه في السحور ده. مش كميه الاكل على قد ما الرز بلبن اللي انا طلبته في الاخر ده. اسمه رز بلبن فياجرا، رز بلبن على قشطه على عسل على ايس كريم. حاسس ان هو لكمني لكمه فظيعه. كل سنه وانتم طيبين. وده كان اول ليله في رمضان. فلوج سريع كده، اتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا بيه، واشوفكم في الفلوجات الجايه. بصراحه ما ببقاش عارف اقفل الفلوج امتى. اكتبوا لي في الكومنتات اذا انتوا حابين تتفرجوا على الطريق، حابين تشوفوا اسكندريه. اكتبوا لي انتوا بتحبوا ايه في الفيديوهات اللي انا بعملها، عشان ابقى عارف، يعني عشان ما بقاش بايخ وابقى قفلت الفلوج بدري. وتكون في ناس مثلا بتستمتع بالطريق، في ناس بتستمتع بالجري، في ناس كل واحد بيستمتع بحاجة يكتبها لي في الكومنتات. ومش هنخلص من المطبات. اشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله. مع السلامة.